انت مش فاضي، انت بس بتهرب. كل يوم تقول عندك شغل وعندك ضغط وإن يومك زحمة ومفيش وقت، بس لما تبص كويس هتلاقي وقتك بيضيع منك وانت مش واخد بالك. موبايل، سوشيال ميديا، تفكير زيادة ساعة هنا وساعة هناك، وفي الآخر اليوم يخلص وتقول لنفسك هبدأ بكرة. بس بكرة بيجي وتعمل نفس اللي عملته امبارح، نفس العادات، نفس التأجيل، نفس النتيجة. فتبدأ تصدق إنك مش قادر وإنك مش من الناس اللي بتنجح. بس الحقيقة الموضوع مش كده خالص. انت مش فاشل وانت مش ضعيف، انت بس اتعودت تهرب. تهرب من البداية، تهرب من التعب، تهرب من الإحساس إنك ممكن تفشل. لأن البداية تقيلة ومش سهلة، فبتختار الطريق الأسهل، إنك تأجل. تقول لما أكون جاهز، لما أتحمس، لما روق دماغي. بس عمرك ما هتبقى جاهز، لأن الحماس بيروح والراحة بتكسب. وفي الآخر بتلاقي نفسك واقف مكانك، والناس اللي بدأت قبلك بقت بعيدة عنك. مش لأنهم أذكى ولا أقوى، لكن لأنهم بدأوا وكملوا، حتى وهم مش حابين، حتى وهم تعبانين. الحقيقة البسيطة إن مفيش حد فاضي. في ناس بتلاقي وقت وناس بتضيع وقت، والفرق بينهم قرار. قرار إنك تقوم حتى لو مش حابب، قرار إنك تشتغل حتى لو تعبان، قرار إنك تكمل حتى لو مفيش نتيجة دلوقتي. مش محتاج تغير حياتك كلها مرة واحدة. ابدأ بحاجة صغيرة، حتى لو 10 دقايق بس. اقفل الموبايل وابدأ اعمل أول خطوة، وبعدها خطوة تانية. ومع الوقت هتلاقي نفسك بتتغير، مش بسبب الحماس، لكن بسبب الالتزام. افتكر دايما إن الحركة بتخلق الحماس، مش العكس. فما تستناش تحس، ابدأ الأول. ولو فضلت مستني هتفضل مكانك، لكن لو بدأت حتى خطوة صغيرة ممكن تغير كل حاجة. ابدأ النهاردة مش بكرة، ابدأ خطوة جد. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك عشان تتابع كل جديد.